بدون ما اطول عليكم يلا بينا نبدأ. فيلمنا بيبدأ مع سون اللي شغال في شركة أموال كبيرة، وبيطلب هنا من المساعد بتاعه إنه يشوف هدية لبنته عشان عيد ميلادها بكرة. وكان من الواضح إن العلاقة بين سون وبنته مش قوية، وبتجيله مكالمة من مراته واللي بنعرف إن هما منفصلين عن بعض، وبتقول له اهتم شوية ببنتك لأنها كانت في حفلة المدرسة النهاردة لوحدها، وبتطلب منه إنها تشوف بنتها وإن بنته عاوزة تجيلها بوسن. وبيروح لبنته وبيديها هديتها، لكن بيكتشف إن الهدية دي هي نفس هدية السنة اللي فاتت بالظبط. وبتعرف بنته ان ابوها مش مهتم بيها، وبتطلب منه انها عاوزه تروح لامها في بوسن، وبيوعدها ان هو هيوديها لامها بكره الصبح. وهنا ام سون بتطلب منه ان هو يهتم ببنته اكتر من كده لانها كانت في الحفله النهارده لوحدها في المدرسه. ولما بيفتح سون الكاميرا وبيشوف بنته وهي بتغني، بيلاقي انها كانت حاسه بالوحده، وبيعرف ان هو مقصر في حقها، فبيقرر ان هو يوديها لمامتها عشان يحقق لها اللي هي عاوزاه. وبيروح سون عشان يبداوا رحلتهم، ولكن وهم في الطريق بيلاقوا عربيات اسعاف ومطافي بتمشي، والمكان ده بيكون مكان حريق. لكن بيكملوا طريقهم ويوصلوا محطه القطر، والمشرف بيشوف تذاكرهم وبيدخلوا القطر. وفي نفس الوقت قبل ما القطر يتحرك بتركب واحدة من غير ما ياخد باله المشرف، والقطر بيتحرك ومفيش أي مشكلة. والأمن بيسمع صوت غريب جاي من الحمام، ولما بيفتحوا الباب بيلاقي إن في شخص غلبان قاعد جوه وعمال يقول كلنا هنموت. والبنت اللي ركبت بتفضل تمشي في القطر لحد لما بتقع، وبتيجي المضيفة عشان تساعدها، وبتطلب من القائد حد من الدكاترة يجي عشان يشوفها. وهنا بيلاحظ سون إن بنته مش جنبه، والناس بتشوف في الأخبار إن في حالة فوضى في الشوارع وفيروس غريب منتشر بين الناس، وإن الجيش كمان نزل في كل المدن. والمضيفة بتفضل تهتم بالبنت اللي واقعة لحد لما بتفوق وعينيها بيبقى شكلها متغير، وبتهجم على المضيفة وبتدخل على باقي الركاب، وبتشوف إن أي حد بيتعض من الزومبي بيتحول زيهم. وبيكون سون بيدور على بنته لحد لما بيلاقيها، وبيكون سمع صوت جاي من عربية الركاب لحد لما بيلاقي هجوم جاي عليه، فبياخد بنته وبيجري للعربية اللي بعدها. لكن بيلاقي ان في ست حامل وجوزها جايين عليهم، فبيستنى لحد لما بيدخلوا، وبيقفل الباب عليهم. وبيعرف سون ان الزومبي غبي ومش بيحاول يفتح الباب، فبيطلب من الراجل ان هو يسيب الباب. ومراته بتعرف ان الزومبي بيهجم عليهم عشان شايفهم، فلما بيغطوا الازاز الزومبي فعلا بيهدى وبيمشي بعيد عنهم. ولما بتتصل ام زومبي عشان تطمن عليه، بيعرف من صوتها ان هي كمان اتحولت لزومبي. وبيشوفوا في الاخبار ان الجيش اعلن حاله الطوارئ في البلد، والزومبي انتشر في كل مكان. وبيعرفوا الناس اللي في القطر ان القطر يقف في محطه اسمها ديجون، وان الجيش هيكون مستني هناك، وان المكان متامن من اي زومبي. وبيروح سون عشان يسال المساعد بتاعه عن الاوضاع في المكان ده، بيقول له ان كل اللي في القطر اول لما يوصلوا هيروحوا الحجر الصحي. ولما بيطلب منه مساعدته بيقول له ان اول لما تنزل من القطر تروح الجهه الشرقيه في المحطه وانا هساعدك. لكن القطر بيوصل وبتنزل الركاب وبيستغربوا من الهدوء ومفيش اي حد في المكان، حتى الجيش مش موجود. وسون بياخد بنته وبيروح المكان اللي مساعد قال له عليه، وبيسيب الباقي يروح للبوابه الرئيسيه في القطر. ولما بيوصلوا الركاب بيشوفوا الجيش، لكن بيتفاجئوا ان الجيش كمان هو اتحول كمان لزومبي وبدأ يهجم عليهم. وهنا لما بيتصل سون عشان يشوف صاحبه فين، بيلاقي ان الناس بترجع تاني وان في زومبي هيهجم على بنته. لكن بيلحقها سانك وبياخدها مع مراته الحامل، وبيروح وراها سود وبيحاول ان هم يقفلوا على الزومبي، وباقي الناس بتروح على القطر تاني. لكن البوابات كلها بتتكسر وبيهجم عليهم التاني الزومبي، لكنهم بيقدروا ان هم يهربوا منهم وبيركبوا القطر تاني مع الركاب. لكن كل مجموعة من الناس كانوا بعيد عن بعضهم، وبيتصل سواق القطر بالمحطة الرئيسية وبيعرفهم بابا ديجون إن هو خطر، وإن الجيش هو كمان اتحول لزومبي، وإن هو يتحرك على بوسن على طول. وبتلاقي سونج ان العربيه اللي ركبوا فيها هي كمان فيها زومبي، وبيحاولوا ان هم يدخلوا الحمام عشان الزومبي ما يشوفهمش. ولما بيتصل سانج عشان يشوف مراته فين، بيعرف ان هي في العربيه ب 13 وهم كانوا في العربيه رقم 9، يعني فاضل 4 عربيات عشان يوصلوا للاسره بتاعتهم. وكل واحد بيجهز وبيلف على ايده قماش واي هدوم وقائيه عشان الزومبي ما يهجمش عليهم او يعضهم. وبيروح عشان ينقذوا اسرهم، بيبداوا يتحركوا وبيهجم عليهم الزومبي وبيقدروا ان هم يتخلصوا منهم. وبيروحوا على العربيه اللي بعديها واللي بيكون فيها زمايل يانج في الفريق، وبيكون صعبان عليهم ان هم يضربوا، لكن بيهجم عليها سانج وسول. واول لما بيدخلوا في نفق والعربيه بتضلم، الزومبي بيبطل هجوم عليهم. وبنعرف ان هم مش بيبقوا شايفين، وبيروحوا على العربيه اللي بعدها وبيبقى فاضل عربيتين عشان يوصلوا للاسره بتاعتهم. وبيكملوا بنفس الخطوات ويتسحبوا في الضلمه بين الزومبي، وبيوصلوا لمراته، لكن النور بيرجع تاني، فبيبقوا مجبرين ان هم يستخبوا في الحمام اللي قدامهم عشان يستخبوا من الزومبي. وبيشوف سون اقرب نفق تاني هيبقى فين، وبيلاقي ان في نفق قريب منهم وهيديهم دقيقتين هيكون الدنيا فيها ضلمه. وبيبعت واحد من الفريق لصاحبته ان هم قدروا يعدوا الزومبي وهيجي لهم. وبيكون في خنزير بيرفض ان هم يدخلوا ويقعدوا معاهم لانهم اكيد اتصابوا من الزومبي. وبيطلعوا من الحمام عشان الزومبي كان كتير بيتحركوا في المكان اللي بيبقى فيه الشنط، والشنط دي كانت فوق الزومبي. والنفق بيخلص وبيكون لسه ما وصلوش لحد لما بيكملوها جري. ولما بيوصلوا مش بيرضوا يفتحوا لهم الباب لحد لما الزومبي بيعض سند، وبيطلب من سول ان هو يروح مع مراته وينقذوا نفسهم، وهو يحاول يعطل الزومبي لحد لما بتهجم عليهم الزومبي وبتحاول ويبقى زيهم. وبيكسر يانج الازاز وبيدخل العربيه اللي كان فيها باقي الركاب، وبيضرب الخنزير ده لانه كان السبب في موت سانج. وبيطلب منهم باقي الركاب ان هم يقعدوا في العربيه اللي بعديها لانهم شاكين ان ممكن يكون حد فيهم متصاب. وبتيجي هنا الست العجوزه دي اللي بتقوم وتشوف اختها اللي اتحولت هي كمان لزومبي، وده كان بسبب الخنزير اللي قفل عليهم الباب. فبتنتقم منهم وبتفتح الباب، والزومبي بيهجم على كل العربيه، وبيتبقى سون وبنته واللي معاه هم اللي لسه فاضلين عايشين على القطر. وبيتصل المساعد بيه وبيعرفه ان بوسن بقت في امان، وان الجيش سيطر على الاوضاع
ضاع هناك، وبيفرمل القطر جامد لحد لما نشوف ان الطريق بقى مسدود، وبيطلب منهم سواق القطر ان هم يستنوا لحد لما بيشوفوا عربيه جدع يكملوا بيهم الرحله. وعشان كمان يقدروا يكملوا البوسي، وبينزل السواق وبيفضل يدور على العربيه، وبينزل سون واللي معاه عشان يشوفوا القطر الجديد اللي هيركبوه. لكن بتحصل حادثه وكل واحد بيروح في حته، وهنا بنشوف يونج وصاحبته اللي بيجروا عشان يلحقوا القطر الجديد. لكن بيجي الخنزير ده وبيرمي صاحبه يونج للزومبي، ومش بيقدر يونج ان هو يسيبها لحد لما بتتحول وبتهجم عليه. وبيجري الخنزير ده لحد لما بيروح للقطر الجديد، ولما بيوصل سون بيلاقيه جوه العربيه وان شكله اتعض، وبيفضل يهجم عليهم، ويفضل سون يبعدهم عنهم عن بنته لحد لما بيتعض سون من الزومبي عشان ما يروحش لبنته. وبيربط نفسه بسلسله حديد وبيرمي نفسه من القطر وبيتخلص من الخنزير ده، وبيرجع تاني للقطر وبيودي بنته سونج لمقدمه القطر وبيعرفها ازاي توقف او تمشي القطر، وبيودع بنته وبيروح عشان يطلع بره، وبيفتكر لحظاته مع بنته اللي ما قدرش ان هو يحقق لها كل حاجه. وبيضحك سون لما بيفتكر اللحظات دي مع بنته لحد لما بيتحول هو كمان لزومبي وبيرمي نفسه من القطر. وبتبقى بنته مصدومه من اللي بيحصل لحد لما القطر بيوصل بوسن، وبتقدر سونج انها توقف القطر، وبينزلوا ويدخلوا نفق ضلمه، وبيكون الجيش في الناحيه التانيه. ولما بيشوف ناس جايين عليهم بيكلموا القائد، ولما مش بيعرفوا هم مصابين ولا لا كان هيضربهم نار. لكن لما سمعوا صوت البنت الصغيره وهي بتغني الاغنيه اللي كانت بتغنيها في المدرسه بيعرفوا ان هم سلام، وبيروحوا عشان ينقذوهم. من هنا بينتهي فيلمنا بتاع النهارده، اتمنى يعجبكم. ما تنساش تشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. سلام.